مين هو أبو لهب؟ وإيه سبب نزول سورة المسد سورة تبت يدا أبي لهب وتب؟ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أيام التشريق، في أيام الحج يعني، اللي هم الثلاث أيام اللي بعد عيد الأضحى. وكنا قلنا في فيديو قبل كده إن العرب كانت بتحج لبيت الله الحرام، لكن مش زي الحج بتاعنا دلوقتي، لا ده كان مليان شرك بالله عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في وقت الحج وطلع على جبل، قيل جبل الصفا أو المروة، ونادى على الحجاج عشان كان عاوز يكلمهم ويبلغهم عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش، اتلموا حواليه يعني. فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لقريش بعد ما طلع على الجبل وقعد يكلمهم وينادي فيهم، لو أنا قلت لكم إن في عدو هيجي لكم بكرة الصبح أو بكرة بالليل كنتوا هتصدقوني؟ قالوا نعم. يعني قريش قالوا نعم لأن هم كانوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكذب أبدا. حتى كانت قريش بتطلق على النبي صلى الله عليه وسلم لقب الصادق الأمين، اللي دايما بيقول الحق واللي عمره ما خان. فقالوا له نعم، يعني أيوة بنصدقك. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني أنا جاي لكم من رب العزة سبحانه وتعالى بحذركم من عذاب الله عز وجل ومن غضبه بسبب الكفر أو الشرك والعياذ بالله. فرد عليه أبو لهب وقال له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ يعني أبو لهب رد عليه وبيقول له هو ده اللي أنت مجمعنا عشانه؟ تبا لك. فأنزل الله تعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب ده اسمه عبد العزى بن عبد المطلب، وهو عم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وده عبد العزى بن عبد المطلب، فهو عمه مباشرة. وكان من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بيأذيه كتير وكان بيكذبه دايما في أمور الدعوة. فروى الإمام أحمد عن أبي الزناد قال أخبرني رجل يقال له ربيعة ابن عباد، كان جاهليا وأسلم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. وبالمناسبة الجاهلية دي مش مكان ولا وصف لشخص بعينه، الفترة اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جاهلية، يعني قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأي حد كان من قريش أو من غيرها وكان على الكفر قبل ما يخش الإسلام كان اسمه في زمن الجاهلية أو كان اسمه جاهلي. فبيقول ربيعة ده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه. يعني ربيعة ده بيقول إنه لما كان كافر قبل ما يسلم شاف النبي صلى الله عليه وسلم في سوق اسمه ذي المجاز بيدعو الناس للإسلام وبيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس متجمعين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمال يدعو الناس للإسلام والناس متجمعين حواليه وبيسمعوه، ففي واحد واقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم وضيء الوجه يعني شديد البياض، وشه حلو حسن الوجه، ولذلك أصلا قومه اللي هم قريش هم اللي أطلقوا عليه أبو لهب لأنه كان أبيض جدا وبياضه ده مايل للون الأحمر من كتر ما هو أبيض. أحول يعني كان في عينه نظرة حول، ذو غديرتين يعني كان مضفر شعره، عامله ضفرتين. يقول الراجل ده يعني إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. أبو لهب ده كان بيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان بيدعو الناس للإسلام، فأبو لهب كان بيشاور على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ده كذاب، ده صابئ، يعني خرج عن ملتنا إحنا أهل قريش وخرج عن ديننا اللي هو عبادة الأصنام والشرك بالله عياذا بالله، وأي حد كان بيخرج عن العبادة دي أو عن عبادة الأصنام كانوا بيقولوا عليه صابئ. فسألت عنه، يعني ربيعة بيقول سألت مين اللي ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ده، فقالوا هذا عمه أبو لهب. وفي رواية تانية بتقول إنه كان بيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا بني فلان يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاؤكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. يعني أبو لهب ده كان بيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول يا بني فلان، وبيشاور على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لهم ده عايزكم تسيبوا عبادة الأصنام اللات والعزى وحلفاءكم من الجن. في جماعة منهم كانوا بيعبدوا شوية من الجن وشوية تاني كانوا بيتحالفوا مع الجن. أبو لهب بيقول ده عايزكم تسيبوا كل ده وتتبعوه، مع إن كل اللي بيقوله كذب وضلال فما تسمعوش كلامه. فنزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتبت يدا. التب اللي هو القطع والهلاك، يعني خسرت وخابت يديه ايديه يعني، وضل عمله وسعيه، اي حاجه هيعملها بايظه وخربانه ومفيش منها رجع. وهنا ذكر الايد تبت يدا على اساس ان معظم الاعمال كانت بتتعمل بالايد، فربنا سبحانه وتعالى ذكر الايد كنايه عن باقي الجسم، يعني كل اعماله اللي هيعملها بايده او بغيرها خسرانه
وضالة ومفيش منها رجع. وتب التانية دي تأكيد على الخسران والهلاك. ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن عباس في كلمة ما كسب يعني ولده، أبنائه يعني. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما كان بيدعي قومه للإسلام كان أبو لهب بيقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. يعني أبو لهب كان بيقول لو كان اللي بيقوله ابن أخويا ده صح، هو يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان اللي بيقوله صح وحق وفي عذاب يوم القيامة، فأنا هاجي يوم القيامة هفدي نفسي بفلوسي وولادي ومش هتعذب. فأنزل الله تعالى فيه: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. مفيش حاجة هتفيده ولا هتنجيه من عذاب يوم القيامة، هيخش جهنم وهيدوق فيها النار ذات لهب، يعني نار ذات شرر وإحراق شديد. عارف أبو لهب مات إزاي؟ الله سبحانه وتعالى أصابه بمرض اسمه العدسة، والمرض ده جاله بعد غزوة بدر نتيجة إصابة حرب، يعني إصابة أصيب بها في غزوة بدر. والعدسة ده العرب كانوا فاكرينه حاجة كده زي الطاعون، يعني مرض معدي، واللي يقرب من اللي مصاب بالعدسة ده هو كمان يتعدي. فكانوا بيهربوا منه لما أصيب بالمرض ده، وقعد 3 أيام محدش يقرب منه لحد ما مات وريحته بدأت تطلع. فجم في الآخر كانوا عايزين يخلصوا من جثته، فجابوا أعواد خشب وقعدوا من بعيد يزقوا جثمانه. يعني تخيل، حتى محدش كرمه كده وجه يشيله ويدفنه زي باقي الناس، ده زقوه كده زي الجيفة لحد ما وقع في الحفرة اللي هم حافرينها، المكان يعني اللي هيدفن فيه. وأول ما وقع في الحفرة ردموا عليه. يعني سبحان الله، ما نفعوش فلوسه ولا عياله في الدنيا قبل الآخرة. وما لما يجي يوم القيامة هيعمل إيه بقى؟ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. يقصد بها زوجة أبو لهب، كان اسمها أم جميل أروى بنت حرب، وهي أخت سيدنا أبي سفيان بن حرب، وهي كانت من سادات قريش، هي وأبوها وأخوها وطبعا جوزها. وكانت بتعين جوزها أبو لهب ده على كفره وعلى إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت برضه من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده هتدوق العذاب مع جوزها يوم القيامة. وقوله حمالة الحطب قيل أن هي كانت بتجيب الشوك وترميه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل في رجله لما كان بيخرج إلى الصلاة. وقيل حمالة الحطب يعني كانت تمشي بين الناس بالنميمة، وكانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، يعني أكنها كانت بتتنمر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو فقر. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب أقبلت العوراء، أم جميل ده كان لقبها يعني، فأقبلت العوراء بنت حرب ولها والولد. جت أم جميل دي وهي متضايقة وعمالة تصرخ وتزعق، وفي يدها فهر يعني حجر كده مالي كف إيدها، حجر كبير يعني، وعايزة تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تردد: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمم عكس كلمة محمد، لقب أطلقوه على اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم استهزاء به. أبينا يعني رفضنا، يعني إحنا رفضنا مذمم ده، ودينه قلينا وكرهنا دينه وسبناه، وأمره عصينا خالفناه وما اتبعناهوش فيما بلغ عن ربه، ورسول الله جالس في المسجد ومعه أبو بكر. يعني أم جميل دي جت وهي عمالة تصرخ وتزعق، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين في المسجد. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. أبو بكر بيقول للنبي لما شافها وسمع صوتها وهي عمالة تصرخ: يا رسول الله دي جاية وأنا خايف عليك تأذيك عشان كمان الحجر اللي في إيديها ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا أعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. رد النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وثقة في ربه عز وجل وقال: أبو بكر هي مش هتشوفني، وقعد يقرأ قرآن وقرأ الآية، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، جت وقفت عند أبو بكر وما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم مع إنه هو قاعد جنبه. فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب البيت ما هجاك. أم جميل قالت لأبو بكر: أنا سمعت إن صاحبك هجاني، يعني شتمني وذمني بالقرآن. فرد عليها أبو بكر وقال: لا والله ما شتمك، لأن أولا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى مش كلام النبي، وإن القرآن أصلا مش بيشتم حد، ده هو بيقول الحقيقة. فكده أبو بكر طبعا حلف على صدق. فولت وهي تقول، مشت يعني أم جميل وهي بتقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال: فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت: تعس مذمم. يعني مشيت وهي ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم مع إنه كان قاعد جنب أبو بكر وكان قاعد قدامها. فقالت كده بغرور: قريش كلها عرفت إن بنت سيدها بنت سادات قريش وراحت تطوف بالبيت بالكعبة، وهي بتطوف عمالة تكرر الكلام ده وهي مغرورة، اتكعبلت في هدومها وقعت على الأرض، وطبعا كان شكلها زي في جيدها حبل من مسد. يعني إيه في جيدها؟ ويعني إيه كلمة مسد؟ جيدها يعني عنقها، رقبتها يعني، من مسد يعني من حديد، وقيل من خوص خشن، يعني حبل شديد خشن بيشدها من رقبتها يوم القيامة. قال سعيد بن المسيب إن أم جميل دي كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقها في عداوة محمد. كان عندها عقدة أو سلسلة غالية جدا، وقالت هصرفها أو هصرف ثمنها يعني في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من مسد النار، يعني ربنا سبحانه وتعالى بدلها بحبل من نار هيلف حوالين
رقبتها يوم القيامه. وقيل في جيدها حبل من مسد، حبل من نار جهنم، ترفع به الى شفيرها ثم ترمى الى اسفلها ثم لا تزال كذلك. يعني الحبل ده هيبقى مربوط من رقبتها، حبل من نار جهنم، وهي مربوطه تتشد منه لفوق لحد حافه جهنم من فوق، وتترمي لحد ما تنزل في قعر جهنم، ثم لا تزال كذلك دائما. يعني هتفضل كده على طول في العذاب ده، مفيش حد هينجيه. سوره المسد دي من اقوى الصور القرانيه اللي فيها اعجاز وفيها اثبات على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو مرسل من ربه سبحانه وتعالى. طب ازاي؟ تعال نتخيل كده انا وانت اليومين دول اي حد نفسه في اي حاجه بيطلع يقولها، بيمسك التليفون ويطلع يتكلم، واي حد بتطلع في دماغه فكره مشوهه عن الاسلام، او بمعنى ادق مفهوم غلط هو فهمه غلط او بيحاول يفهمه غلط، بيطلع يمسك تليفونه ويقوله. وتلاقي قناه مش عارف ايه مستضيفاه، ومش عارف فلان مين بيعمل معاه حوار، ويقول لك معانا المفكر الفلاني. واوقات تلاقي اللي طالع بيتكلم ده ممكن فعلا بيكون بيتكلم في شبهات حقيقيه فعلا وتستاهل الرد. لكن الاكتر بقى اللي قاعد ده وبيشكك في الاسلام وعمال يتكلم وبيقول لك انا مفكر، تبقى انت عايز تسمعه وقاعد تقول ايه الهبل ده؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ لكن شوف كده، القرآن نزل بكلام بيخبر فيه الناس عن واحد ومراته ان دول من اصحاب النار، مش هيسلموا وهما الاثنين هيموتوا على الكفر، وهيدخلوا النار بعد الموت، بل وهيخلدوا في جهنم. خلي بالك الصورة دي نزلت وهما الاثنين عايشين. واحد يقول طب ما ايه المشكلة؟ ما هما الاثنين اصلا وحشين وعمال يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطبيعي يعذبوا. لكن هقول لك في حاجة انت مش واخد بالك منها، في امثلة كتير جدا جدا في السيرة ان في ناس تاني كانوا اشد ايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد شوية اسلموا وحسنوا اسلامهم وبقوا من كبار الصحابه، زي ابو سفيان نفسه اخوها اخو ام جميل دي، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول، وصاحب الهزيمه الوحيده للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات اللي كاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل فيها بسبب خدعه ومهاره خالد بن الوليد. يعني تعالى كده قول الكلمتين دول في ايامنا، هتلاقي الناس كلها لفه حوالين الاثنين دول اللي هم مش مسلمين، يعني يقولوا لهم انتوا عندكم فرصه عظيمه تكذبوا محمد وتثبتوا للناس كلها ان هو على باطل وان احنا الصح وهو غلط. طب ازاي يا عم؟ اطلع انت بس استعطف الناس وبين انك كنت غلطان وعايز تخش الاسلام، قول بس الكلام ده كده كده قدام الناس ونثبت للناس كلها ان ما جاء به محمد باطل، وبعد شويه ارجع تاني لعباده الاصنام. قول انت بس دلوقتي ان انت مسلم وخلاص، كده هنبقى اثبتنا كذب القران بالقران نفسه. فلما يبقوا الاثنين دول عايشين وينزل كلام ان فلان ده وفلانه دي هيفضلوا على الكفر لحد ما يموتوا، فاكيد لازم تستغرب. واحد يقول ما هو اكيد الصوره دي نزلت وابو لهب وزوجته ماتوا بعديها بكام يوم، ولا ماتوا بعديها حتى بكام شهر، فاكيد يعني ما لحقوش يسلموا او ما كانش في فرصه اصلا قدامهم ان هم يسمعوا الاسلام ويسلموا. نقول لك الصوره دي نزلت في مكه في السنه الرابعه من البعثه، وابو لهب مات في غزوه بدر في السنه الثانيه من الهجره، يعني تقريبا بعد 11 سنه من نزول الصوره، ومات زي ما قلنا من اصابه اصيب بها في غزوه بدر. شوف 11 سنه كان قدامه ان هو يقعد ويشكك في القران، لكن لا، ده عاش على الكفر ومات عليه. طيب بعد ما هو مات، يا ام جميل الفرصه جت في ايدك، جوزك مات وبقيتي لوحدك، ومحمد واصحابه فازوا في معركه بدر، اطلعي خشي في الاسلام كده في الظاهر وكدبيه وكدبي القران. لكن لا، دي فضلت معانده وكفرها بيزيد. وفي روايات بتقول ان هي ماتت بعد جوزها ب5 سنين، يعني بعد نزول السوره ب16 سنه، وطبعا ماتت على الكفر. وفي روايات تاني بتقول ان هي ماتت بعد جوزها مش بفتره طويله. انت بمنتهى البساطه ممكن تحكم على حد هياكل ايه، هيشرب ايه، هيلبس ايه، تاخد واحد كده وتحبسه وتقفل عليه اوضه والمفتاح معاك، وتديله اكل معين وحاجه معينه يشربها ولبس محدد يلبسه، ايا كان نوع من انواع السيطره من بني ادم على بني ادم زي. يبقى انت جبت بني ادم وحبسته وحكمت عليه بخيارات محدده انت اللي اديتها له، مش هيعرف يطلع منها. هات نفس الشخص ده اللي انت هتتحكم فيه وحط له كذا نوع من انواع الاكل، مشويات وفراخ وعيش وجبن ولحمه، وسيبه وامشي. فانت من معرفتك بالشخص ده هتقول هو قدامه كل الاختيارات دي، لكن بمعرفتي انا بيه هو هياكل كذا ومش هيقرب من كذا، وده بسبب معرفتك انت بيه وعلمك انت بيه. واحنا عارفين وزي ما قلنا ان في كتير جدا من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتره قلوبهم لانت ودخلوا الاسلام. الفاروق عمر بن الخطاب كان شديد الاذى للنبي صلى الله عليه وسلم. في روايه من الروايات في قصه اسلامه ان هو رايح يموت النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل يقتل النبي. انتهى الامر بيه ان هو قلبه يلين ويخش الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد ليه بالاسلام وبالايمان وبشره بالجنه. فازاي ربنا سبحانه وتعالى يختار الاثنين دول، ابو لهب ومراته، ويقول الاثنين دول بالذات مش هيخشوا الاسلام ومصيرهم جهنم؟ لا، وايه زي المثال اللي احنا ذكرناه، ما دخلوش اوضه وقفلوا عليهم لحد ما ماتوا وقالوا ما حدش فيهم هيسلم ولو اسلمتوا مش هيقبل منكم. لا، ده هم فضلوا عايشين والمعجزات الاسلاميه كلها على مرأى ومسمع منهم. عايزين يسلموا خشوا في الاسلام وقولوا بعد كده ان القران كاذب والعياذ بالله. لكن لا، الله سبحانه وتعالى قوله ليس بباطل، ده هيزيدوا في الكفر وهيزيدوا في العند. انت متخيل ان سيدنا محمد ممكن يجازف ويختار الاثنين دول تحديدا ويقول لا، قلبهم مش هيلين ومش هيخشوا الاسلام؟ طب افرض جه وسط الناس واعلن اسلام، طب موقف سيدنا محمد بعد كده والقران ايه؟ ما اكيد بعد شويه ابو لهب ده هيقول انت قلت عليا في القران كذا وكذا وانا دلوقتي اسلمت، فانا دلوقتي هخش الجنه ولا النار؟ فكلام الصوره دي كله ان القران ده من عند الله، وان سيدنا محمد اصلا ما قالش اي
يريحك، يعني الكلام اللي في السوره دي اكيد مش كلام سيدنا محمد، ده هو اخبر باللي قاله رب العزه سبحانه وتعالى. فسبحان الله العظيم، السوره دي فعلا من اقوى الادله على صحه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم.